السلام عليكم، رمضان كريم احبائي. كنتمنىكم تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم جبت لكم كيكات المول العجيب اللي كتجيب طبقه كريميه زوينه بنينه وسهله التحضير، تنفعنا للسطور كذلك تنفعنا للفطور. نبداو في المقادير على بركه الله. غادي نحتاجو هنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السكر، خنيشه السكر فاني، عندي هنا نكهه البسكويت، جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، جوج بيضات، وغنحتاجو كاس ديال الحليب. وبالنسبه للدقيق غادي نضيفوه من بعد. غادي ناخذ كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نضيفو فيه جوج بيضات، غادي نضيفو فيه الساشيه ديال السكر فاني، صدقوني هاد الكيكه كتجي لذيذه بزاف وسهله. هنا ضفت نكهه البسكوي اختياريه، ديروا نكهه الناطا اي نكهه بغيتو. هنا عندي كنت درت مركز الحامض وشطت لي داك القشور مع السكر. هنايا بعد ما صفيتها كندير واحد شويه باش كتنسم لي كيجي زوين. هنا درت واحد المعلقه كبيره. غادي نضيفو قبيصه د الملحه، غادي نضيفو الكاس ديال الزيت، الكاس ديال السكر. اولا هنايا درت غير نص كاس، تقدروا ديروا ما درتوش هذاك النكهه الروح د الحامض، انا فيها السكر عليها درت نص كاس. بالنسبه لي ما كانش ديروا كاس لاروب، نديروا كاس لاروب ديال نتاع الزيت، وغادي نضيفوا ديما بنفس الكاس غادي نضيفوا كاس لاروب ديال الحليب. غادي نضربوا هذا الخليط مزيان مزيان. من بعد غادي نخويوه هكا هنايا في اناء فاش غنخلطوا. نتوما كما كتشوفوا طريقه سهله والنتيجه ديالها ناجحه في 100%. غادي نضيفوا الكاس الاول ديال الطحين، وغادي نضيفوا الساشيات، جوج ساشيات كما قلت لكم ديال نتاع الخميره ديال الحلوه. صافي غادي نخلطوا، وغادي نضيف كاس اخر، عندي راني عابره كاس اخر ديال الدقيق، هانتوما كما شفتوا غادي نضيفوه. غادي نخلطوا، نقدروا نزيدوا جوج حتى ثلاثه ديال الخميرات نتاع سمحوا لي ديال المعالق ديال الدقيق على حساب النوعيه ديال البيض. هنا كتحكم، كاين البيض اللي كيكون كبير، كاين البيض اللي كيكون صغير، وكاين عاوتاني النوع ديال الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. هنايا جاني الخليط باقي جاري، غادي نضيف ثلاثه ديال نتاع المعالق ديال الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا كنخلطوا. تقدروا تضيفوا الكاكاو، تحيدوا شويه الدقيق وتضيفوا الكاكاو، ديك الساعات كيبقى اختياري ليكم. صافي غادي نخلط مزيان كما شفتوا. هنا كندير 8 تبان لي الباقه كتهبط. غادي نضيف هنا ضفت 3 كما شفتوا. انا قلت لكم هنا باللي ضفت 3 ديال نتاع المعالق ديال الدقيق. صافي بالنسبه لي عندي هنا المول، انا عندي هنا المول العجيب، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره د الخل كمحسن. بالنسبه ليا كما شفتوا هنا عندي المول العجيب ديال بيم، ما كيحتاجش ترشيه بالدقيق، غير بشويه ديال الزيت ما كيلصقش. الا كان عندكم مول اخر دهنوه بالزيت اولا بالزبده وديروا له الدقيق. هنا كما شفتوا انا دهناه بالزيت فقط. صافي هنا غادي نخوي الكيك ديالي في المول. في هذا الاثناء راه عندي الفران راني ديجا شاعلاه. غادي نديرو الفران تاع الضو نشعل ليه من التحت على 180 درجه حتى غادي يطلع ويبدا يتحمر، نشعلو ليه من الفوق يتحمر وصافي. وكان نخليوه يبرد باش غادي ندوزو نوجدو الكريمه اللي غادي نعمرو بها هاد الكيكه. صافي هنا غادي نديرها طيب. من بعد ما درت الكيكه ديالي طيب، هنا غادي ناخذ جوج كيسان ديال الحليب، ديال حليب عادي، نديرهم في واحد الكاسرونه باش غادي نصاوبوا الكريمه اللي غادي نديروها كحشو الكيكه. كما شفتوا هنا جوج كيسان ديال نتاع الحليب. غادي نضيفوا عليها جوج معالق تاع الكريم باتيسير، جوج معالق اللي يكونوا عامرين مزيان. هنا ما كانش عندي عامره بزاف الاولى عليها، درت لها زدت هاد شويه. غادي نضيفوا جوج معالق ديال السكر، كيبقى السكر اختياري على حسب الذوق. صافي غادي نخلطوا هذا الشيء وغادي نديروه فوق العافيه ومع التحريك ما نبعدوش عليه. هنا غادي ناخذ غير واحد البلاستيك هكا
بلاستيك غذائي غادي نديرو هنا في هاد الكؤوس باش غادي ندير فيه الياغورت كراميل باش غادي نزينو، والياغورت شوكولا. غادي هاد الشيء ضروري خاصنا نكونوا موجدينه على ما طيب لنا الكيكه، لان خاصها على ما طيب لنا لا كريم باتيسير خاصنا نزوقوه بالزربه باش ما تقسحناش، باش يجي التزيين ديالها ساهل. هنا كما كتشوفوا صافي كنعقدها بحال هكا وكنخليها على جنب. كنوجدوا واحد المقيس تا هو قدامنا، كنوجدوا واحد الكيردون تا هو يكون قدامنا. هادشي كله نوجدوه مسبق على ما لا كريم باتيسير راها كتوجد وراه عينينا عليها. صافي هنا من بعد ما طابت لي الكيكه غادي ناخذوا اناء اللي غادي تبصيل صحن التقديم. ها انتم كما كتشوفوا راه في هذا المول ديال العجيب ديال بيم راه الصراحه عجيب الصراحه زوين بزاف ما كيلصقش. هنايا انايا راه كانت عاد سخونه كانت عاد سخونه وراني كنحيدها. انتم كما كتشوفوا راه ما كتلصق ما والو. ها انتم حيدتها على مباشر راه عاد سخونه. شفتوا كي كتجي هشيشه فتيه بزاف ما تحتاج لا نسقيوها ولا والو. صافي غادي نجيب لا كريم باتيسير اللي كانت طابت، غادي نضيف عليها هنايا 6 ديال القطع ديال الشوكولات اختياريه. صافي غادي نحاول نحرك هكا بسرعه باش ما تقصحليش لا كريم باتيسير وباش يندمج هذاك الشوكولاط يذوب في وسط منها. صافي هنا غادي نخويو هاد المرحله خاصها تكون سريعين فيها. غادي نخويو هذيك لا كريم باتيسير اللي ديجا سخونه فوق الكيك ديالنا. كما كتشوفوا خاصنا نكونوا شي شويه خفافين. صافي غادي نحاول نسرحها هكا على الجوانب نوزعها مزيان، وغادي نبدا ندير خطوط بهذاك الياغورت شوكولا والكراميل باش كتزين وكيبقى تزيين اختياري. نقدروا نكتفيو بها غير هكا نزينوها غير بلا لا فيرميسيل تاع الشوكولات لا بيبيت دو شوكولا اي حاجه. مهم كيبقى ديك الساعه تزيين اختياري. هنايا كما كتشوفوا كناخذ المقص كنقطع واحد الرويس صافي وكنبقى كندير خطوط هكا. هانتوما حاولوا يكونوا يدينا شي شويه خفيفه باش ما تقسحناش هذيك لاكوش ديال لا كريم باتيسير وتجينا ما يصلحناش تزيين. نقدروا نكتفيو بخطوط بحال هكا. المهم كيبقى ديك الساعه تزيين اختياري. صافي هنايا غادي نعاود نولي ندير هذا تزيين بهاد الكراميل. كانت عندكم حتى الكراميل بوغصالي تقدروا حتى هي ديروا بها. نحاولوا نديروا ما بين هاك الخطوط. راه كنظن الفيديو شارح نفسه بنفسه. انا كنعذبني شي شويه هاد دانيت هاد الياغورت كراميل كان شي شويه جاري، اما هو ملي كيكون قاصح راه كيجي زوين كيكون معاون. هنا كان شي شويه جاري ماشي مشكل. المهم هنايا صافي غادي ناخذ واحد الكيردون بحال هكا وغادي نبقى ندير خطوط بحال هكا كما كتشوفوا بحال الشكل ديال الميلفي. صافي الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كيكون بحال هكا كما شفتوا. مقاديرها بساط، تزيينها كيجي راقي كيجي زوين بزاف، والمذاق ما نقولكمش كيجي بنينه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه البسيطه. ومره اخرى رمضان كريم، ما تنساونيش بالبارطاج وبلي لايك ديالكم التعليق الزوينه ديالكم. الا بغيتوا شي حاجه خليوها لي في التعاليق، وتا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بسلامه.